طول ما انت بتواجه مشاكل في البزنس فانت محتاج تغير طريقة تفكيرك ناحية البزنس ده بشكل يفرق معاك. ببساطة جدا البزنس دايما هنفضل نواجه فيه مشاكل وتحديات هنفضل نحاول نحلها، لكن لو مشكلة كبيرة ودايما متكررة اتأكد ان انت مقوم البزنس مش على الرسالة الحقيقية بتاعتك، وبالتالي نجاح البزنس واستمراريته معتمد على ده مناسب لرسالتك ولا لا. وهو ده اللي قدر واحد زي مجدي يعقوب يعمله في مستشفى أسوان، ان هو قوم مستشفى أسوان كلها على 3 مبادئ مهمة جدا مناسبة لرسالته، اللي هي ببساطة ايه؟ رقم 1 ان هو عنده شغف كبير جدا في علاج القلب وعلاج امراض القلب وعلاج مشاكل القلب، مزهقش ولا بيمل لمساعدة اصحاب الناس اللي عندهم مشاكل. دي اول نقطة شافها مناسبة لرسالته. تاني نقطة شافها كمان هي الاستمرارية والمثابرة بشكل يومي، يعني انك كل يوم الصبح بتصحى بتعمل نفس الاكشنز، وبالتالي النتائج بتروح في حتة تانية، لانك انت لو عملت نفس الاكشنز بشكل مستمر النتائج بتختلف وبتلاقي نقلات كبيرة. تالت حاجة كانت مناسبة ليه، مناسبة لشخصيته ومناسبة لرسالته اللي هو تمناها طول حياته، هي التواضع، واللي هو بيعملها من قلبه فعلا ومش بيمثل فيها، وبيبقى حقيقي فيها، وبيبقى فعلا اللي جوه زي اللي بره، والتواضع اللي بيظهره هو فعلا ده جواه. ال3 مبادئ دول هي ببساطة جدا اللي قدرت تحافظ على مستشفى أسوان إنها تكبر وتنجح وتستمر، وقدر ببساطة إن هو يخلق جيل ورا جيل يحافظ على ال3 مبادئ دول ويتبنوا ال3 مبادئ دول، وبالتالي المشروع ينجح بكل بساطة. كل لما لقيت وفهمت أكتر عن رسالتك كل لما البيزنس نجح بسهولة وببساطة.